النهارده إن شاء الله هنتكلم على الطريقة الصحيحة لرفع المقطع الريلز بتاعك على الفيسبوك. هنتعلم النهارده إزاي تقدر ترفع مقاطع الريلز بتاعتك بطريقة صحيحة، وإن شاء الله بأمر الله نضمن لك إن أنت هتجيب ملايين المشاهدات زي ما العبد لله عمل، لأن بعد فضل الله كنت بارفع مقطع الريلز بالطريقة الصح، طبعًا بعد توفيق ربنا. لو إحنا جينا دلوقتي حضرتك ببساطة شديدة في لوحة المعلومات الاحترافية عشان تعرف برضه إن اللي بيكلمك مش بيهبد عليك، تمام؟ وجينا هنا أهو حضرتك على الرؤى، ببساطة شديدة أنا في آخر 28 يوم بس جايب مليون و 253 ألف مشاهدة، وآخر فيديو رفعه تقريبًا كان من 15 يوم. فركز معايا بقى. يعني عندك مثلًا امبارح أنا جايب 25,000 مشاهدة، والنهارده بس جايب 10,000 مشاهدة، لأ امبارح سوري، أول امبارح جايب 25,000 و10,000، وأنا عايز أقول لك ما بانزّلش حاجة نهائي. طيب نبتدي بقى إزاي حضرتك ببساطة شديدة ترفع مقطع الريلز بتاعك باحترافية. تمام، الطريقة دي تنفع للتليفون وتنفع للكمبيوتر عشان تكون أنت فاهم. كل اللي عليك حضرتك ببساطة شديدة أنا عايزك تنزل تحت في الكومنتات وتقول لي هو أنت بترفع كام مقطع ريلز في الشهر؟ يعني انزل تحت في التعليقات كده واكتب لي عشان أعرف بس هو أنا مجنون والّا إيه طيب؟ فأنتم عرّفوني يعني. تمام؟ كل اللي عليك حضرتك ببساطة شديدة بتخش على الصفحة بتاعتك من هنا في الصفحة الرئيسية، وتخش على ميتا بزنس سويت. ببساطة شديدة ميتا بزنس سويت من الحاجات المهمة جدًا، 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 جدًا اللي إحنا بنرفع عن طريقها الفيديو بتاعنا، مش بنرفع من الصفحة الرئيسية. بعد كده بنقول له إنشاء مقطع ريلز زي ما أنت شايف كده أهو، بنخش هنا أهو. تمام؟ أول حاجة ببساطة شديدة لازم أتأكد أنا بارفع على أنهي صفحة. أنت بتتأكد كده من برّه أو من هنا أهو، باتأكد دي الصفحة حضرتك بتاعتي. عشان في برضه أصل في بعض الأحيان بيبقى في ناس عندها يعني مثلًا زي حالاتي أنا عندي أكتر من 20 صفحة، تمام؟ فأنا في الحالة دي هارفع على الصفحة دي، أتأكد إن أنا محدد عليها، وأتأكد تاني برضه أنا بارفع على الفيس والّا الإنستجرام، تمام؟ ما تكونش أنت بترفع الفيديو بتاعك على الفيس وينزل على الإنستجرام. ممكن تقدر تحدد الأوبشنين مع بعض ما فيش مشكلة، عايز ترفع على الفيس لوحده ما فيش مشاكل، عايز ترفع على الإنستجرام لوحده ما فيش مشاكل، فأنت بتحددها من هنا أهو. بعد كده أهو بنختار الفيديو اللي إحنا هنرفعه من هنا أهو، ندوس على إضافة فيديو. بعد كده حضرتك بيقول لك طيب حضرتك هات الفيديو اللي أنت المفروض هترفعه، وليكن مثلًا نختار أي فيديو من الفيديوهات، وليكن مثلًا الفيديو ده، زي ما أنت ما شايف أيوه، أنا حضرتك. عامل الفيديو ده عشان أعلن ترشحي. تمام، زي ما أنت ما شايف حضرتك إحنا كده بدأنا نرفع الفيديو أهو، وزي ما أنت ما شايف العلامة بتاعة التحميل دي بتحمّل، وطالما علامة التحميل دي بتحمّل يبقى كده الفيديو بيترفع. بعد كده هنروح حضرتك ببساطة شديدة بنخش على العنوان. هل أنت مجهّز عنوان؟ مثلًا أنت لو مش مجهّز عنوان ومش عايز توجع دماغك هتفتح ChatGPT وتقول له أنا باتكلم على مثلًا، باتكلم على عربية فيراري مثلًا، باتكلم على عربية فيراري وعايز عنوان جذاب، وعايز عنوان جذاب أهو، تمام؟ لو أنتم برضه عايزكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات، أنتم كنتم تعرفوا حوار الChatGPT والّا لأ؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واكتبوا لي برضه لو أنتم عايزين حلقات معيّنة ننزّلها في الفترة القادمة، يعني اكتبوا لي تحت في الكومنتات أنا باخد على فكرة من آرائكم، تمام؟ زي ما أنت ما شايف جاب لي أكتر من عنوان، أهو لمّا تحلم بالسرعة يبقى بتحلم بفيراري، هناخد العنوان ده حضرتك ونكتبه هنا أهو، تمام؟ وممكن كمان ما اكتبش عنوان ونضيف هاشتاجات. طيب ممكن أقول لChatGPT يا ChatGPT عايز أشهر هاشتاجات للفيسبوك. بُص كده، هيجيب لك أكتر الهاشتاجات اللي مشهورة، زي ما أنت ما شايف هاخدهم كده أهو كلّهم نسخ، وآجي هنا أهو وأعمل control V زي ما أنت ما شايف أهو، بيقول لك هنا أهو إيه، حاول إضافة 5 علامات هاشتاجات أو أقل، يعني دول أكتر من 5 فأنا هامسح كل دول ونثبّتهم على 4 وليكن مثلًا، بالشكل ده حضرتك، تمام، وممكن على فكرة ما تضيفش لا عنوان ولا وصف ولا أي حاجة، تمام. تيجي حضرتك هنا أهو للخطوة رقم 3 وهي إن إحنا نختار صورة للفيديو. ببساطة شديدة عندك أكتر من option، يا إما إن أنت حضرتك ببساطة شديدة تختار من الصور اللي هو مديها لك دي بتبقى صور هو بيقترحها عليك، يا إما ببساطة شديدة تختار إطار من الفيديو نفسه. أنا مثلًا عايز الحتة دي من الفيديو، تمام، يا إما أحمّل صورة من عندي على الكمبيوتر، بس لو أنت هتحمّل صورة من عندك على الكمبيوتر اتأكد إن المقاس بتاعها vertical 1080 في 1920، ده مقاس مقاطع الريلز، لأن أنت لو هتجيب لي حاجة عريضة هيبقى في شريطين صوب من فوق هيبقى شكلها زي الزفت. بعد كده أهو حضرتك ببساطة شديدة أنا منتظر بس لحد ما الفيديو يترفع وهارجع لكم تاني، ولو أنت وصلت للنقطة دي في الفيديو عايزك تكتب لي تحت في التعليقات كلمة جامد بالله عليك، وأنا هارُد عليك وأقول لك حبيبي يا غالي لأن أنت فعلًا حبيبي إنك وصلت للنقطة دي في الفيديو، فهنكمل مع بعضينا. دلوقتي زي ما أنت ما شايف هو دلوقتي بيقول لك إن الفيديو بقى 100%. زي ما أنتم ما شايفين الفيديو بقى 100% والشريط أخضر كده بقى الفيديو
تم تحميله بنجاح، وبالتالي هقدر ادوس على التالي. وهنا حضرتك ببساطه شديده الاوبشن ده مهم جدا عشان بيشوف لك هل الفيديو بتاعك عليه مقاطع حقوق، عليها حقوق طبع ونشر ولا لا. هنا ببساطه شديده اقدر لو انا عايز مثلا احدد جزئيه في الفيديو والجزئيه الثانيه لا، عن طريق ان انا بضم الشريط ده كده اهو. اي حاجه جوه الخانه الزرقاء دي هتخش في الفيديو، واي حاجه بره الخانه الزرقاء دي مش هتيجي في الفيديو. فانا كده فهمتك. لو انت عايز تقص حته في الفيديو ومش عايزها، ممكن اقدر اضيف نص عن طريق ان مثلا اكتب هنا اهو مثلا اهلا بيكم مثلا اهو، مثلا اهلا بيكم، تمام. وبعد كده بختار اللون، وبختار انا مثلا عايز لونها اخضر زي ما انت مش شايف اتضافت اهي. مثلا نضيف اللون الاخضر او تضيف اللون الاسود، شوف اللي انت عايزه، او تضيف اللون الابيض، تمام. ممكن اقدر اخليها عليها لوجو بالشكل ده، اقدر اكبر حجم الخط، تمام، زي ما انت مش شايف كده اهو حضرتك، تمام. بس الفكره ما فيها اهو، وتجيبها هنا اهو، وطبعا دي مهمه جدا اهو. يبقى انت كده ضفت نص بطريقه احترافيه. حته التحسينات دي ببساطه شديده الاوبشن ده جميل قوي، بس انا كده كده واثق ان الصوت بتاع الفيديو بتاعي حلو. لو انت الصوت بتاع الفيديو بتاعك فيه نويز بقى وقرف وزعيق وكده، لو انت دوست هنا اهو الفيسبوك بيعمل لك عزل للصوت اوتوماتيك وبيشيل الضوضاء منه. بعد كده بندوس التالي. بعد التالي انا ببساطه جيم بما اني مفعل عندي النجوم، فهي بتتفعل اوريدي، يعني اي حد يقدر يدعمني على الفيديو ده. وهنا هو لو انت عايز تشارك الفيديو في الستوري، يعني ببساطه شديده لو انا دوست على الاوبشن ده الفيديو هينزل في الستوري. انا شايف ان مفيش مشكله جديده، عايز تحطه في قائمه تشغيل مفيش مشكله، ما عندكش مفيش مشاكل برضه. وبعد كده هل عايز تعمله عام ولا عايز تعمله مقيد ان يبقى في ناس معينه اللي يشوفوه؟ لا، احنا هنخليه عام سواء كان على الفيس او بره الفيس، كل الناس تقدر تشوفه. وندوس على مشاركه. كده ببساطه شديده الفيسبوك بعد فضل الله سبحانه وتعالى تم نشر الفيديو عندك بنجاح. وببساطه شديده كده انت نشرت مقطع الريلز بطريقه احترافيه جدا. دمتم في امان الله ورعايته. ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا ربنا، وقولوا لي في التعليقات انتوا بتنشروا كم مقطع ريلز في اليوم. ولو انت بعد فضل الله عايز تعرف الاسرار اللي تخليك تنجح في الفيسبوك وتوصل لملايين من الناس، اتفرج على الحلقه دي. ولو انت عايز تعرف انا كسبت كام من 30 مليون مشاهده على الفيسبوك، خش على الحلقه دي. سلام عليكم وصلوا على النبي.